السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة وإجابة سؤال جديد من سلسلة سؤال وجواب. عندنا سؤال من واحد اسمه أحمد محمد بيقول إزاي آخد أعلى شارب على فتحة 1.8 في عدسة 50 مللي. طيب خلينا نتكلم من ال 50 مللي اللي أنت بتتكلم عليها دي هي الستاندرد أو الاس تي ام بتاعت كانون أو ال 50 مللي اي جي بتاعت نيكون اللي هي 1.8 أوسع فتحة عدسة فيها، مش 1.4 ولا 1.2. تاخد إزاي افضل شرب منها؟ افضل شرب منها اولا بتظبط فوكس بتاعك صح، لان الفوكس بتاعك لو مش مظبوط صح او مظبوط على حاجه غير اللي انت بتعمل عليها فوكس هيطلع لك الحاجه اللي عليها الفوكس اصلا اللي انت عايزها تطلع مزغلله، ما هي معلهاش فوكس، ما انت حاطط نقطه الفوكس في حته غلط. ده اول هام. تاني هام، حاول لو بتصور شخص ما تبعدش قوي 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 عنه بال 50 مللي تحديدا، لان ال 50 مللي عدسه محترمه وكويسه وبرايم بس متواضعه برده، مش احسن حاجه ومش افضل زجاج انه يخليك تبعد قوي عن الشخص وتصور على فتحه 1.8 ويجي الشخص حاد. فحاول تخلي 50 مللي تصور بيها هيد شوتس او صور للراس او صور لنص الجسم او صور للجسم بالطول، بس ما تبعدش قوي عن الشخص. خلي الكادر بتاعك الشخص فيه واضح وشارب من غير ما تعمل زوم ان في التصوير او في الصوره نفسها. افضل بقى انك ما تصورش كل حاجه ل 1.8، ما هو 1.8 دي معموله عشان نستعملها بس مش في كل الصور. يعني مثلا ممكن تصور على 2 و2، ايه المشكله؟ ليه لا؟ مش بقول لك ما تصورش على 1.8 عشان محدش يتفرج عليا يفتكر ان بقول ال 1.8 دي غلط، لا. ال 50 مللي عدسه حلوه بس متواضعه زي ما احنا قلنا، فاوسع فتحه فيها مش هتكون هي احد فتحه، لا، في احد منها. لو قفلتها 2 و2 هتلاقي الصوره معاك شرب بشكل حلو. مش معنى كده لتاني مره والتالت مره انك ما تصورش 1.8، لا، صور بس مش كل الصور 1.8. ودي حاجه انا اتعلمتها على مدار السنين من مجالي، ان مش كل حاجه باوسع فتحه. انا احيانا بصور اف 3.5، فمش كل حاجه اف 1.8، وده اللي تقدر تاخده او تقدر تعمله مع ال 1.8. ونصيحه قبل اي حاجه، الاضاءه او النور اللي يكون في الصوره يكون كويس، عشان الضوء هو اساس الصوره. 1.8 بقى غير 1.8، 50 مللي غير 50 مللي، اساس الصوره هو الضوء. لو الضوء كويس او النور كويس الصوره تطلع ان شاء الله كويسه. يا رب تكون استفدت. لو حد عنده اي سؤال سيبولي في الكومنتات تحت الفيديو ويحاول ارد عليه في فيديو واحده زي كده. وسلام.